واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الجمعة تحضيراته لكأس إفريقيا القادمة، بإجراء حصة تدريبية جديدة بمركب محمد السادس لكرة القدم. وتم العمل في هذه الحصة التدريبية التي شهدت تواجد معظم الأسماء المدعوة في اللائحة، على الرفع من درجة الانسجام بين اللاعبين، حيث تميزت بالتركيز وروح الفريق والرغبة الجماعية الواضحة للاعبين والطاقم التقني في تمثيل المغرب أحسن تمثيل في هذه التظاهرة. وفي هذا السياق، قال أمين حاريت إن التحضيرات تمر في أجواء إيجابية والمجموعة جد متحمسة للظهور في هذه البطولة الإفريقية، والتي تمثل له الشيء الكثير لجميع اللاعبين الحاضرين في التجمع الإعدادي. وأوضح حاريت أنه لا بد من التركيز لأن المهمة ستكون صعبة بالنظر لقيمة هذا الحدث القاري، والجميع يعلم بما عليه فعله